السلام عليكم. خلاص خلصت مذاكرتك ودخلت اوضتك وقفلت النور وقمت ماسك موبايلك عشان تتفرج على قناة ليه وازاي. طبعا هوبا لقيت دبانة واقفة على شاشة موبايلك، تمشي فيها يمين شمال تقفل الموبايل وتفتحه بس مفيش فايدة. ايه سبب انجذاب الحشرات الرهيب ده للضوء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة كده العلماء ملقوش سبب لانجذاب الذباب للضوء، لكنهم توصلوا لنظريات بتوضح ليه الذباب بينجذب للضوء بالطريقة الغريبة دي. واحدة من أكتر النظريات شيوعا هي إن الذباب بيعتمد على مصادر الضوء لتوجيه حركته. يعني بالبلدي كده افترض إنك ماشي بعربيتك بالليل والدنيا ضلمة خالص، هتعمل ايه ساعتها؟ أكيد كده بالظبط هتشغل ضوء العربية تقدر تشوف وما تخبطش في الحيط. هو الدبان كده بالظبط، بس مش عشان نظره ضعيف ولا حاجة، لا. يعني مثلا الباب بيستخدم مصادر الضوء الطبيعي زي القمر أو الشمس لمساعدتها على التحرك. يعني بتشوف القمر زي نجمة صغيرة كده في السماء، مهما تحاول تعمل مستحيل توصله. لكن في عصرنا دلوقتي ومع تطور التكنولوجيا بقى في مصادر كثيرة للإضاءة. عشان كده الذبابة لما بتشوف ضوء اللمبة مثلا بتتجه فورا نحو المصدر، بتتجه فورا نحو مصدر الضوء ده، لكنها بتتفاجئ ساعتها انها فعلا وصلت لمصدر الضوء ده، لا وكمان تقدر تلمسه. فساعتها بترتبك وبتبدأ تلف وتدور حوالين المصدر ده من توترها. في نظرية تانية حوالين انجذاب الحشرات الغريب ده للضوء، وهي ان الحشرة دي في البرية بالنسبة لها الضوء ده مصدر للهروب من الخطر. يعني ايه؟ مثلا دلوقتي الحشرة دي في دماغها كده ان المكان اللي فيه نور مفيهوش خطر، يعني ما ينفعش كده مكان يكون منور وجميل ويكون فيه حيوانات ضارة. وعلى فكرة عشان كده اغلب الادوات لصيد الحشرات او الذباب انهم بيجيبوا مصدر ضوء ايا كان بقى لمبة او اي مصدر تاني ويشحنوه بالكهرباء، بحيث انه يبقى عامل زي الصاعق كده. بس الحشرة بطبيعتها فاكرة مصدر الضوء ده امان ومفيش هناك اي خطر. اول ما تروح عند الضوء ده او النور ده تصعق، لا وكمان ده ساعتها هتصعق بجد وتموت. بس كده خلصنا. لو وصلت لحد هنا خد قلبي، ولو في اي سؤال شاغل بالك اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك. سلام.